السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنتعلم أهم 8 أسباب أو مشاكل بتأثر على الويب سايت بتاعنا وبتخليه بطيء. زي ما احنا عارفين إن السرعة عامل أساسي في رفع نسبة التحويل في ترتيب موقعنا في محركات البحث زي جوجل، فبالتالي دي مشاكل المهم إن احنا ناخدها في الاعتبار، نبدأ في تحسينها عشان تحافظ على نسب التحويل بتاعت الموقع بتاعنا والبيزنس بتاعنا وتحافظ على ترتيبنا في جوجل. وهنعرف الحل لكل مشكلة فيهم أو كل سبب فيهم إيه اللي المسببات بتاعته، وهنعرف إيه هو الحل. نبدأ بسم الله. أول مشكلة معانا اللي هي الصور أو الفيجوالز عموما بتاعة الويب سايت غالبا بتبقى هي المشكلة، لأن دايما تلاقي الديفلوبر أو تلاقي صاحب البيزنس يضيف صورة هو عجباه، خدها عمل لها تحميل من فيجما أو من الإنترنت عموما وحطها على طول على الويب سايت من غير ما يعمل لها تحسين. بينزلها بقى بامتدادات زي جي بي جي بي ان جي، ما بيحددش طول ثابت وعرض ثابت للصورة بحيث ان هي تبقى واخدة المساحة بتاعتها. المفروض ان التحديد ده بيتم قبل ما تنزل الصورة على البيج بيلدر بتاعك سواء ووردبريس او ويب فلو. ازاي بنحل الموضوع ده؟ اول حاجة طبعا واسهل حل ان احنا على اي كونفرتر اونلاين بنبدأ ان احنا نغير الصيغة بتاعتها لويب بي او اي في اي اف. دول افضل صيغتين محسنين للسرعة لتسريع الموقع بتاعنا او عشان يبقوا خفاف على السيرفر او على حجم الويب سايت بتاعنا لما تيجي السيرفرات تحمله وما ياخدش وقت اطول. تاني حل معانا اللي هو يبقى خاصية الليزي لود. خاصية الليزي لود دي مهمة جدا في موضوع الصور. ليه بقى؟ لأن هي ما بتحملش الصور مع أول تحميل للموقع بتاعنا، لا هي بتستنى إن العميل يعمل سكرول وينزل لولا ما هي تبتدي تحمل معانا، وبالتالي ما بتاخدش من حجم تحميل الويب سايت، فما بتأثرش معانا على السرعة وما بتخليش الويب سايت يبقى سرعته قليلة. ودي بتبقى الخاصية دي موجودة غالبا في معظم الصور اللي في البيج بيلدرز الجديدة زي الويب فلو والفريمر. مهتمين جدا بموضوع الصور والريسبونسفنس بتاعت الصور او الاستجابه للموبايلات بتاعت الصور عشان تساعد على تحسين السرعه وما تستهلكش جزء كبير من حجم الويب سايت لما تيجي السيرفرز بتاعت الويب سايت تتحمله. فدي حاجة تانية. الحاجة التالتة اللي هي تحديد طول وعرض ثابت للصور، دي عشان زي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان هي دي بتفرق في موضوع الكيوميليتيف لاي اوت شيفت. ما بتخليش الويب سايت بتاعك يتحرك الاليمنتس لما تكونش لسه اتحملت، تبتدي الويب سايت بتاعك يتحرك ويعمل حاجه اسمها سي ال اس، ودي بتاثر على ترتيب موقعك في محركات البحث. تاني حاجه معانا وهي السكريبتات third party libraries. دي الفكره منها ان احنا بنبقى محتاجين نزود الفانكشناليتي بتاعه الويب سايت بتاعنا. عايزين نضيف مثلا فلترز، عايزين نضيف مثلا هيت مابينج، عايزين نضيف انيميشنز. الحاجات دي كلها بتبقى مكتبات كبيرة جدا، احنا بنستعين بجزء صغير منها من في الفانكشناليتي بتاعة الويب سايت ككل. فبنبدأ ان احنا نضيف سكريبتات، بنبدأ نضيف مكتبات بتبقى طبعا مفيدة للبيزنس، سواء زي حاجة زي مايكروسوفت كلاريتي او الهوت جار بتوع الهيت مابينج، او انيميشن لايبريز زي جي ساب او سوايبر او الكلام ده كله عشان يضيف فانكشناليتي للويب سايت بتاعنا. المكتبات دي طبعا الكتير منها بيبقى مشكلة بالنسبة لنا، لأن إحنا بنحمل على السيرفر بتاع الويب سايت بتاعنا ملفات كتيرة جدا وبتبقى كلها مطلوبة عشان تتعرض على الصفحة. يعني هي مجرد ما السيرفر يحمل في فانكشناليتي مش هينفع إن أنا أحمل الويب سايت من غيرها، فلازم إن أنا أخدها وأحمل المكتبة كاملة. وبالتالي المكتبات دي غالبا بتبقى هي دي مشكلة المشاكل، هي دي المعضلة بالنسبة للويب سايت. طيب ايه الحل للموضوع ده؟ ان احنا بنستخدم بس السكريبتات الضروريه. يعني مثلا انا بستخدم هيت مابنج، ما استخدمش هوت جار مع مايكروسوفت كلاريتي. بستخدم انيميشن لايبريز مثلا، ما استخدمش جي ساب مع مكتبه انيميشن تاني. فبالتالي بستخدم بس الحاجات الضروريه واللي بتتعلق بالبيزنس بتاعي او مفيده للويب سايت بتاعي. تاني حاجه وهي موضوع الديفير للسكريبتات. غالبا ساعات بنستخدم جافا سكريبت فانكشناليتي او كاستم جافا سكريبت للويب سايتس بتاعتنا عشان نبدأ إن إحنا نزود الفانكشناليتي بتاعتها زي ما اتفقنا. فبالتالي السكريبتات دي لازم نعملها حاجة اسمها ديفير. فايدة الديفير إيه؟ الديفير إن هي بتأجل قيام أو إن السكريبت يشتغل لغاية لما الصفحة تحمل. يعني أول ما الصفحة تحمل تقول له لأ استنى أنت، تخلي السكريبت يقعد شوية كده لحد ما أنا أحمل عشان أظهر للعميل أو أظهر لليوزر
معظم الحاجات اللي هو محتاجها قبل ما اظهر له السكريبت ده. وده غالبا بتبقى افضل جزئيه عشان احنا نتفادى الموضوع ده كله، اللي هو موضوع السكريبتات، اللي هو موضوع الديفير. وموضوع سهل جدا، انت مجرد بس بتضيف الكلمه على السكريبت اللي انت بتضيفه للويب سايت بتاعك. بالنسبه في اللي هي السكريبتات الطرف الثالث او الثيرد بارتي سكريبت، اللي هي زي طبعا زي ما قلنا اللي هي بتاعت جوجل اناليتكس، بتاعت التاج مانجر، الكلام ده كله. دي انت ممكن تخليها بعد تفاعل الزائر مع الويب سايت بتاعك، بتعمل كاستم جافا سكريبت تخليها ان الويب سايت ما يحملش السكريبتات دي الا بعد تفاعل الزائر. ودي طبعا زي شبه الديفير بس على افضل، بس بتحتاج كاستم جافا سكريبت. تالت مشكله من مشاكل السرعه وهي الدوم. الدوم ده اللي هو ال HTML او ال Document Object Model، بس احنا مش هنقول ان هي Document Object Model، احنا هنقول ان هي HTML بتاع الصفحة. طبيعي جدا لما انت تيجي تستخدم HTML كتير جدا، تستخدم elements او HTML elements كتيرة جدا في الصفحة، divs كتيرة جدا تحطها جوه بعضها، زي بعض الديفلوبرز اللي ما بيستخدمش اي فريم ورك زي البيم كلاس نيمينج او فين كلاس نيمينج. اي كلاس نيمنج عموما او اي فريم ورك خاص بتنظيم ال HTML وال CSS، ده بيسبب حمل كبير على الويب سايت لانه بيزود حجم الصفحه وبيبطئ عمليه الريندر. فالحل ان احنا على الاقل نستخدم اي اطار عمل عشان ننظم وننسق بيه ال HTML وال CSS، فبنقلل حجم الصفحه بتاعتنا. رابع مشكله وهي عدم تحديد مساحه للعناصر تكون محدده، سواء طول او عرض. موضوع الكيوميوليتيف لاي اوت شيفت زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان هو بيبقى element لسه ما اتحملش بس ملوش مساحه جوه الصفحه، فبيحرك او بيزحزح الاليمنتس اللي تحته. فدي جوجل بتعتبرها مؤشر غير جيد لترتيب موقعك في محركات البحث، او بتعتبرها من الاساسيات ان هي بتقيس عليها موضوع الكور ويب فايتلز زي ما شرحنا في فيديو سابق. طيب الحل ايه؟ ان احنا بكل بساطة نعمل اطار محدد للصور عن طريق البيج بيلدر بتاعك، سواء كان ويب فلو او ووردبريس او فريمر او ايا كان. بتعمل اطار محدد للعناصر طول وعرض عشان ما يحصلش عملية التزحزح او القفز بتاع العناصر. خامس حاجة الفيديوهات. الفيديوهات عالية الجودة او الفيديوهات الكبيرة الحجم اللي هي بنحطها في الهيرو سيكشن دي بتأثر بشكل كبير جدا على اللودينج بتاع الويب سايت بتاعنا. الافضل طبعا ان احنا يا اما نستخدم صور تكون كويسه كهيرو في الهيرو سيكشن، او نستخدم فيديوهات تكون جودتها قليله. او الحل الافضل خالص ان احنا نضيفه على فيميو او نضيفه على يوتيوب وناخد اللينك، لانه اوريدي اتضاف على سيرفرز تانية واتحمل على السيرفرز دي، فمش بيأثر على حجم الصفحه بتاعتنا او على اللودينج تايم بتاع الصفحه بتاعتنا. سادس حاجه الخطوط. مهم جدا موضوع الخطوط ده، لان دايما بعمل اوديت لويب سايتس او اوبتمايزيشن بيج سبيد اوبتمايزيشن للصفحات، بتبقى ناسيه موضوع الخطوط. يضيف 10 اوزان للخطوط، ويضيف خطوط بصيغ غير محسنه زي التي تي اف والاو تي اف، وينسى موضوع الخطوط تماما وينسى ان ليها حجم وبتحمل مع الصفحه. طب ايه افضل حل؟ احنا زي ما قلنا نستخدم صيغ محسنه اللي هي زي الووف والووف 2. دول افضل صيغ محسنه للويب، و حجمهم صغير وما بيبقوش ما بيعملوش اي حمل على الصفحه. لو في بقى طبعا احنا لازم نقلل الاوزان، يعني احنا ما نضيفش مثلا ان احنا نضيف 300 و400 و500 و600 و700. انا بشوف الديزاين سيستم بتاعي بيستخدم كام وزن، وببدا ان انا اخد الاوزان دي واحملها على السيرفر بتاع الويب سايت بتاعي. سابع حاجه السي اس اس. من الحاجات برضو شبه الجافا سكريبت اللي بتبقى كبيره جدا، لان احنا ساعات كتيره جدا ما بنضغطش السي اس اس. ساعات كتيره جدا نضيف سي اس اس مش موجوده على الصفحه، فيبقى الملف بتاع السي اس اس كبير جدا من غير ما احنا نستخدم حوالي نصه. يعني في ويب بيلدرز كتير جدا بيبقوا زي مثلا زي الويب فلو، بيعملوا حاجه حلوه جدا ان هم بيعملوا لك عمليه مينيفيكيشن موجود في الورد بريس طبعا عن طريق بلجنز، بس في الويب فلو بتبقى حاجه بيلت ان، بيعمل لك مينيفيكيشن للجافا سكريبت، بيعمل لك مينيفيكيشن للسي اس اس، بيعمل لك تحويل وكمبريسنج للايمجز، بيخلي لك الويب سايت اوبتمايزد لاقصى حد، انت بس بتضيف حاجات بسيطه جدا. فزي ما قلنا طبعا السي اس اس مانيفيكيشن، سي اس اس سبليتنج، استخدام يوتيليتي كلاسز. في موضوع السي اس اس انك انت تستخدم يوتيليتي كلاسز تبقى تمشي على الويب سايت ككل، دي بتبقى زي ستايل جايد انت بتحطه للويب سايت،
مش كل سيكشن تضيف له كلاسز خاصه بيه، لا، في يوتيليتي كلاسز خاصه بالسبيسنج، يوتيليتي كلاسز خاصه بالخطوط، يوتيليتي كلاسز خاصه بالالوان وهكذا، واحجام الخطوط وهكذا. طبعا اخر حاجه، ودي انا بصراحه شفتها في الويب فلو بس، او انا اشتغلتها عشان انا بشتغل كويب فلو ديفلوبر، اللي هي السي اس اس بير بيج. يعني تحمل بس السي اس اس الخاص بالصفحه اللي انت بتحملها، او السيرفر طلبها، او اللي عليها الريكوست بس. فدي حاجه برضو جميله جدا جدا في موضوع ال CSS مانيفيكيشن او سبليتنج. ده من حاجه، وهي الاستضافه. انا بصراحه كنت جربت قبل كده ان انا اشتغلت ووردبريس على استضافه بطيئه. لما جيت جربت حاجه زي الويب فلو، الويب فلو بيستخدم سي دي ان اللي هو كلاود فلير. سي دي ان سريع، ستيبل، سكيور، ما فيهوش اي مشاكل خالص. كانت من ضمن الحاجات اللي عملت نقله في موضوع السبيد اوبتمايزيشن. فمهم جدا انك انت ما تستخدمش استضافه تكون بطيئه، او لو هتستخدم استخدم حاجه مثلا زي الفي بي اس او الديديكيتد سيرفرز او الكلام ده كله. بس طبعا انا اوصي بشده بموضوع الويب فلو، لان الاستضافه بتاعته قويه جدا. استضافه زي ما قلنا امنه وثابته ومستقره وما فيهاش اي مشاكل. دول اهم 8 اشياء. لو انت عملت لهم اوبتمايز على الويب سايت بتاعك، هتلاقي يعني بدون ادنى شك نتائج جامده جدا في تحسين تجربه المستخدم للويب سايت بتاعك. هتعلي معاك نسب التحويل، هتعلي معاك ترتيبك في مواقع، في محركات البحث، لان زي ما قلنا انت عندك كونتنت كويس جدا، والمنافس عنده كونتنت كويس جدا، بس هو عامل بيج سبيد اوبتمايزيشن وانت مش عامل. فبالتالي الصور الكتيره اللي عندك، الفيديوهات، الاستضافه، الكلام ده كله هيقلل من قدرك عند جوجل، ويقلل من ثقه جوجل في الويب سايت بتاعك او في البيزنس بتاعك. فمهم جدا انك تاخد الثمان اسباب دول بعين الاعتبار، تبدأ في عملية التحسين، وإن شاء الله هتلاقي أفضل نتائج ممكنة. وده كان بالنسبة لفيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو حتى بحاجة بسيطة جدا. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.